السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي انتصار بيوتي للوصفات الطبيعيه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الماسك عند طلب واحد السيده للعروس. ان شاء الله غادي تجربوه وغادي يعجبكم النتيجه ديالو، حيث هو من اول استعمال كيعطي المفعول ديالو. كما كتشوفوا عندنا 5 مكونات او 4 مكونات. كاين الكركم، بطاطا مسلوقه او البطاطس مسلوقه ومطحونه، كاين دقيق الحمص او الحمص مدقوق، وكاين الخيار محكوك. بالنسبه للماسك انه كينقي البشره وكيصفيها بواحد الدرجه زوينه من اول استعمال. هذا الماسك ممكن نستعملوه حتى للذات ديالنا او الجسم ديالنا، نوضعوه على الجسم نخليه واحد 8 20 دقيقه، كيحيد الاثار السوداء او البقع السوداء وكينقي البشره بواحد الشكل من اول استعمال. غادي نستعملوا ملعقه صغيره من كل مكون ونحطوها في القدر ديالنا او الطويصه ديالنا اللي غنخلطوا فيها. انا نوضعهم ونرجع معكم. كنوضع المكونات كاملين في هذا القدر، كنوضع معاهم الماء الورد. اللي ما عندوش الماء الورد ممكن الوضع ديال دانون مسوس او الزبادي الطبيعي. الماسك كيجي على هذا الشكل هذا، حيت فيه الكركم او الخرقوم. بالنسبه للخرقوم ما كيبقاش لاصق في الوجه، والا بقى لاصق الا بقى لاصق لانه ماشي حر او ماشي فغي، لان انا كنشري عواد وكندقو بيدي. الماسك كيجي على هذا الشكل هذا، كنوضعوه على الرقبه ديالنا والوجه ديالنا، ممكن نوضعوه حتى على اليدين. كنخليوه ينشف مزيان 28 دقيقه حتى ل 25 دقيقه، وكنغسلوه بالماء البارد. ومن بعد كنديروا رشه من ماء الورد. ان شاء الله غادي نقدم لكم كيفاش ديروا الماء الورد طبيعي في الدار بلا ما نحتاجوا القطاره. بالنسبه لنا هذا مقطراه، عندنا القطاره هنا في الدار كنقطروا، ولكن كاينين طرق اخرين باش نوجدوه ويكون صحي ويكون زوين بغير هذاك اللي كنشريوه كيكون مغشوش. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم. هي بالنسبه لي كما قلت لكم في اول فيديو هي للعرائس، ممكن اي سيده تستعملها، عندها منافع زوينه. وكنتمنى انها تعجبكم ويعجبكم كاع اللي فيديو اللي كنحط. ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي انتصار بيوتي. في امان الله، وان شاء الله مع وصفات اخرين. ولا بغيتوا شي وصفه كتبوا لي في صندوق الوصف. بالنسبه غنخلي لكم الجروب ديال الوصفات اللي كنحط، نخلي لكم في صندوق الوصف، وصفحتي على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك غنخليها لكم. كنتمنى ان الماسك يعجبكم وتجربوه وتعطوني الراي ديالكم. في امان الله.